السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم ومفاجأة من العيار التقيل لمتابعين وأصدقاء وفاء وحمدي. واللي ما يعرفش وفاء وحمدي هم اتنين من أشهر اليوتيوبرز المصريين، زوج وزوجة. بدأوا النشاط بتاعهم على اليوتيوب من حوالي 5 سنين. بدأ بالزوجة، هي بتحب الطبيخ وتعمل وصفات وطبخات. بعد كده الموضوع اتطور معاهم، يعملوا حلقات تمثيلية كده ومشاهد تمثيلية، يعملوا تحدي وفاء وحمدي مين هيغلب التاني في المصارعة. لقوا تغلبوا وتوقعوا فعلا. نشوف مواقف تانية، هيتسابقوا مين فيهم هياكل 3 فرخات، يعني مسابقات مستفزة. المهم وحاجات بقى ومسابقات ومواقف. وبعدين تبص العيلة بقى ما شاء الله، بعد حمد ووفاء أخوه ومراته وأخوه التاني ومراته وأخته وجوزها وأمه وأبوه، كل واحد عامل له قناة. وهات بقى يا حكايات ولت وعجن، ده زعلان من ده بيعمل مقلب في ده، طب احنا رايحين فرح هنلبس ايه، وحكايات من دي. والناس ما شاء الله متابعينهم. حمدي ذكي وبيجيب أفكار بتشد الناس، والمتابعين واحدة 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 وصلوا دلوقتي ل7 مليون. الحقيقة أنا مش من الناس المتابعة لوفاء وحمدي والكلام ده كله، لكن كان في بعض الأحيان بشوف بعض الفيديوهات أبص أقول من باب العلم نشوف الدنيا فيها إيه. لحد الأسبوع ده فوجئت إن وصلوا ل7 مليون متابع. وأنا بقى كمدرسة كيفة إن أنا أشرح المجتمع، أشوف المشاكل اللي فيه وأبص وأتكلم، ما بقدرش أسكت. فالمهم يا جماعة اكتشفت لكم كارثة وفاء وحمدي بيعملوها فعلا. وفاء وحمدي يا جماعة استطاعوا بذكائهم وبالفيديوهات اللي بيعملوها إنهم يتحولوا من شاب وشابة مكحرطين في بيت عيلة في شقة متواضعة، إنهم ينتقلوا لفيلا ورا فيلا. عملوا مطعم ما شاء الله وسموه على اسمهم وفاء وحمدي، بس الدنيا ما مشيتش معاهم. قابلتهم بعض المشاكل فقرروا يروحوا دبي، راحوا الإمارات. قعدوا في الإمارات شوية، فيلا جميلة والعربية والحياة تمام والمقالب والحكايات والروايات. ووفاء حامل ادعوا لها، ووفاء ولدت واد النونة، والناس قاعدة متابعين. نقلوا بعد كده على تركيا، فيلا جميلة والعربية والدنيا تمام. وبعدين اللي وقفني وخلاني أتكلم معاكم الأسبوع ده، لقيت فيديو مقلب وفاء عاملاه في حمدي. فالمهم دخلت لقيت وفاء وحمدي في تركيا، حماها وحماتها جم يزوروهم، فقالوا يطلعوا معاهم المصيف. وهناك وفاء بتقرر انها تعمل مقلب في حمدي، هو بيعمل فيها مقالب، هي عايزة ترد له المقلب. فقال بقى هتعمله في السر. واتفقت مع حماها وحماتها ومع اولادها، هتبقوا معايا، خلاص معايا ضده، ماشي. بقى فكرة المقلب؟ الفكرة يا جماعة ان هي خبت قبل ما يسافروا الذهب والفلوس، وادت مفتاح الفيلا لواحده صاحبتها، قالت لها انا عايزاكي تروحي تنكشي البيت كما لو كان في حرامي دخل. اتفقت معاهم وراجعين خلاص. الحق يا حمدي الفيلا اتسرقت وهو زعلان ولما يكتشف ان ده مقلب من وفاء يعيط ويبكي قدام الكاميرا بقى عشان الناس تتأثر ويهرب. مشي حمدي من البيت ووفاء زعلانة. ولما مشي بقى بيعمل لنا فيديو تاني وبيقول لنا ان مامته وباباها عرفوه ان في مقلب، فهو حب يقلب الترابيزة على وفاء وهيعمل فيها مقلب يرد على مقلبها. كل ده والناس بيتابعوا وبيشوفوا. الظريف بقى ان انا لما دخلت على التعليقات لقيت الكومنتات كلها الناس بتقول احنا عارفين ان المقلب ده فينا، احنا عارفين ان وفاء وحمدي متفقين على كل حاجة ومرتبين، ويمكن واقفين يصوروا مع بعض وعاملين علينا ان مقلب وان الطرف التاني مش عارف. حلو قوي والله العظيم، احنا شعب يجنن، احنا الناس بتستغفلنا بس احنا فاهمين يعني، بس بناكلها بمزاجنا. المهم المقلب بقى، شوفوا بقى الحلاوة بقى. حمدي قرر انه يرجع الفيلا ينام في أوضة ورا الفيلا قديمة فيها حاجات مركونة. وبعدين وقف ينادي على باباه من الشباك، هات لي أكل وهات لي طلباتي ومخدة وملاية والكلام ده كله. باباه جاب له الفرشة والأكل، قال الفيلا اللي مليانة ما شاء الله ب5 ولاد وهي مش واخدة بالها بقى، حماها بيجيب من وراها وحابة بقى يطلع حمدي يتسحب ياخد من على الحبل لبس عشان يغيره. قال يعني مراته لما لمت الغسيل ما اكتشفتش ان الغسيل ناقص، عاملين نفسنا ان احنا مش واخدين بالنا. المهم الفيديو بينتهي
والاخر تبص تلاقي الست حبيبتي اللي متابعه وفاء وحمدي من 5 سنين كل يوم تخلص شغلها وتقعد على السرير او تتكوع على الكنبه وفي ايدها الموبايل وجنبها الشاحن وتشوف، وتطلع من حمدي تشوف معرفش جنى ام جنى، تشوف مين. لو انتي بقى بتشوفي فيديو واحد من الناس دي، اليوتيوب عنده في نظام معين يشوف المشاهد ده بيحب ايه، انا اجيب له كل الفيديوهات اللي في نفس المحتوى اللي هو بيشوفه. فتبصي لو شفتي محتوى تافه زي ده، الفيديو بقى يلا يرمي عليكي، وفي الحقيقة بتلاقي نفسك حمدي ووفاء باعولك الهوا وانت اشتريتي منهم. انت خدوا وقتك وقعدتي، الشحنات بتاعتك بتضيع عليهم، وهم ما شاء الله بيعملوا ملايين وبيعملوا ثروة، وانت بدأتي وانت حالك بتتابعيهم وانت على نفس الوضع اللي انت فيه، في حين هم ما شاء الله اتنقلوا 180 درجة، حياتهم اختلفت. انا والله ما بحسدهم، اللهم لا حسد، فانا مش ببص خالص ولا مستكترة عليهم، ربنا يبارك لهم، وبيني وبينكم هم شطار، هم عرفوا يعملوا الخلطة اللي بتعجب الناس وعرفوا يكسبوا من وراها. الدور الباقي عليكي انت كأم ضيعتي وقتك في ايه؟ انت عارفة ان امي الله يديها الصحة من 50 سنة بتحكي لي، بتقولي انا كنت بسمع ايه؟ تسمع امال فهمي، ست كانت بتناقش قضايا ودم خفيف وتجيب فنانين بتسلي الناس، بس بتقدم محتوى محترم. كانوا بيسمعوا في الراديو فاروق شوشة، يعني حاجة أمهاتنا كان في الفن كانوا بيسمعوا إيه؟ بيسمعوا أم كلثوم وشادية ووردة، كلمات وحاجات ليها معنى. إحنا النهاردة يا جماعة غرقنا في التفاهة، واجي بعد كده أقول عيالي تافهين وعيالي دماغهم فاضية، ما أنا لأني أنا نفسي وقعت في الفخ. وبعدين ما تنسيش عمرك اللي انت بتقضيه، انت متخيله انك انت بتتسلي، بتضيعي وقت، انت بتضيعي عمرك. اول حاجه يسال عنها الانسان لما يدخل القبر عن عمره فيما افناه، ربنا هيسالنا عمرنا عملنا فيه ايه. تاني حاجه اليوتيوب كنز يا جماعه، بدل ما تقعدي تدوري على الناس اللي هتسليكي اللي بيكسبوا على قفاكي، ادخلي تعلمي حاجه تنفعك. انا اعرف ناس كتير جدا اتعلمت حاجات من اليوتيوب وما شاء الله بتكسب منها ودخلها محترم. كلنا بنشوف البنات والستات اللي بتبيع حاجات اونلاين، الناس اللي اتعلمت، في ناس تتعلم خياطة، تريكو، كروشيه، هتتعلمي تعملي لبيتك وتعملي لولادك. انما اقعد فريسة للتفاهة، ده من كتر التفاهة انا شفت واحدة عاملة فيديو قال ايه هي الست اللي بتطبخ وهي قاعدة على التلاجة، قاعدة على التلاجة بتقلي السمك، على التلاجة بتخرط الملوخية، والتانية اللي كانت مش عارفة بتحمر الكفتة على السرير وفي أوضة النوم. ايه يا جماعة، لو في ناس عبطوا بيستعبطونا انا ما سيبش نفسي فريسة ليهم. وقتك اغلى من انك تضيعه، تزعليش مني، لكن يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. اعتبريني اختك الكبيرة او مامتك، اسمعي كلامي وصدقيني هتكسبي. يا رب كلامي يكون دخل عقلك وقلبك، ويا رب تكوني عملتي لايك وسبسكرايب للقناة، وإلا أن نلتقي في موضوع آخر يهمنا كلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.